كان بقديم الزمان كان في بنت اسمها ليلى طلبت يعني ليلى طلبت من ليلى انه تروح عند ستها تعطيها الفطاير اللي امها عملتها لانه ستها مريضة. فكان انه ليلى كان بدها ليلى تعطيها لستها شيء تنبسط فيه. فليلى اجت عند امها قالت لامها البسي ثيابك الحلوة بعدين روحي عند ستك وعطيها الفطاير. قالت لليلى حاضر انا رح روح اخذ معي الفطاير واعطيها لستي. بعدين راحت ليلى لبست فستانها الاحمر الحلو والطاقية والباط. بعدين راحت بس قبل ما تروح ليلى قالت لها انت ما تروحي على جهة الغابة لانه في الذئب ممكن يخدعك وياخذ منك الفطاير، وروحي من الطريق الثاني لشان ما انه يشوفك الذئب. بعدين قالت ليلى حاضر. فطلعت ليلى من البيت. لما طلعت نسيت شو قالت لأمها. بعدين راحت على الطريق الغابة محل ما في الذئب. فشافت ورود حلوة كتير وراحت اخذتها قطفتها حطتها في السلة مع الفطاير ومشيت. فلقاها الذئب قال لها كيفك يا حلوة؟ قالت له الحمد لله بس انت مين؟ قال لها انا الذئب، انا بس هيك بدي اشوف شو معك وهيك اطمن عليكي. فقالت له لا ولا يهمك انا منيحة. فراحت ليلى. لما وصلت عند بيت ستة قبل ما توصل بشوي الذئب فات على بيت ستة. بعدين هو حبس ستة لليلى في الخزانة وسكر عليها بالمفتاح، وهو لبس الفستان وهيك تبع ستة لليلى وقعد في الضغط. ففاتت ليلى على غرفة ستها قالت لها مرحبا ستي، انا هدول الفطاير والورود جبت لك اياهم تفضليهم، بس ليش انفك كبير؟ قالت لها ستة حتى شم ريحة الورود اللي جبت لي اياهم منيح. قالت لها كمان ليش عيونك كبار؟ فقالت ستة لليلى اللي هي الذئب بالاصل، قالت له انه لانه حتى شوفك منيح. بعدين قالت طب ليش تمك كبير؟ بعدين الذئب قام وقال لها لانه حتى اكلك منيح. وراحت ليلى تهرب. ففي ناس سمعوا صوتها فاتوا على بيت ستة لقوا الذئب. فهي طلعت مع الناس برا شوي، خططوا لفكرة انه مثلا يجيبوا اي شيء سكاكين وهيك حتى يقتلوا الذئب. ففتحوا الباب شوي وفاتوا